هذه حكاية 3 رجال فلسطينيين عبروا الصحراء وهم يطاردون مستقبلا بعيدا. لم يكونوا يبحثون عن مجد، كانوا يبحثون فقط عن طريقة للبقاء. كانت الشمس قاسية بلا رحمة، وكانت الأرض فقيرة، وكانت الحياة قد ضاقت حتى صارت أضيق من الجوع نفسه. وفي ذلك العالم المحترق بدت الكويت أقل شبها بوطن جديد وأقرب إلى فرصة أخيرة. أبو كيس رجل أثقله العمر، وحمل فوق كتفيه تعب السنين، وأسعد حاد النظرات، قلق متحفز، يريد أن يهرب من الفقر قبل أن يبتلعه. ومروان الأصغر بينهم، الهش الذي أجبر أن يكبر قبل أوانه. 3 رجال، 3 حيوات مختلفة، وطريق واحد إلى المجهول. ثم وجدوا سائقا يعرف الطريق، أو هكذا بدا لهم. رجل صلب الملامح، متعب، لكنه يتصرف وكأنه يعرف كيف يعبر الحدود. عرض عليهم طريقا إلى الكويت، طريقا خطرا غير قانوني، لكنه ممكن. وهكذا بدأت الرحلة. مضت الشاحنة في قلب الصحراء عبر الغبار والحر والصمت، وللحظة قصيرة بدا الأمر كما لو أن الحياة قد تبدأ من جديد. لكن عند الحدود بهرت المشكلة، ولكي لا يراهم أحد كان على الرجال ال3 أن يختبئوا داخل الخزان المعدني الفارغ. مكان مظلم، مكان ضيق، مكان مغلق تحت كامل وحشية الشمس. قال لهم إن الأمر لن يستغرق إلا دقائق قليلة، لكن عند الحاجز طال الانتظار وطال أكثر. وفي الداخل اشتد الحر وخف الهواء وصار النفس ألماً، ومع ذلك ظلوا صامتين. وحين فتح السائق الخزان أخيراً كان الأوان قد فات. كان الرجال ال3 قد ماتوا في الداخل قبل أن يبلغوا الحياة التي خاطروا بكل شيء من أجلها. وبقي السؤال أقسى من الموت نفسه: لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟ لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟